اليوم يقول لك الصدارة في خطر؟ واحتمال والله. أنا جاي المباراة مش متأكد من مستوى فريقي للحين. الأربع مباريات المستوى متذبذب. أنا كواحد من محبين نادي الوصل، صح أن احنا فريقنا في الصدارة، بس طموحي نكون في الصدارة بأداء جميل، كمتذوق للعبة أبى أداء حلو. لا بصراحة الوصل ما شيء مستوى بين شباب الوصل. أنا أشوف إن فريقنا أفضل، لكن احنا ما خدمتنا الظروف. يعني قادر على الوصل اليوم؟ أكيد إن شاء الله، بس بعد المباراة أنا بحاول أدور كبيك. أنا فريقي فاز على بنياس، فاز على الوحدة، فاز على الظفرة في ملعب الظفرة، وعلما مباراة الظفرة من المباريات القوية تعتبر. خسر من الأهلي في مباراة أنا أعتبرها خارج التقييم، يعني كان لها ظروف خاصة. فأعتقد لا، فريق جدا قادر أن يفوز على الشباب في ملعب الشباب. خليهم يلعبون مستواهم، يكون تركيزهم عالي، وأكيد 3 نقاط للوصل بتكون. لا الحمد لله إن شاء الله الفوز إن شاء الله. كعبنا عالي عليهم. التاريخ ايش؟ الصدارة عندهم ما عليه، نحن صدارة بعد، مو الا صدارة. نحن مباراة النصر شفتوها انتم، لكن كعبنا عالي عليهم. التاريخ يشهد. هم يرمون يبدلون شيء في التاريخ؟ لا ان شاء الله اللعيبة عارفين هالشيء، وإدارة وجمهور، والجمهور اللي تشوفه كله موجود. ان شاء الله كل شيء بيكون صالحنا اليوم ان شاء الله. 3 نقاط ثلاثية ان شاء الله ان شاء الله. فريقنا ترى ما ينخاف عليه ان شاء الله. واحترام الوصل واجد. وصل فريق كبير وايد، مش من فريق القرن في الامارات ولا فريق ينافسه. الوصل احسن فريق في الامارات. بس في الملعب اليوم شوف نص صفر الشباب. افوز بنص انا راضي. الشباب غير ان شاء الله. بتي تبارك لعب بالمباراه اكيد ان شاء الله. بس اذا خسرت بعد بيك ها؟ انا بشرد. نحو المنافسة على الصدارة في مباراة اليوم. بالتالي المباراة بمثابة التحدي شريف. ومنه اللي يخليك بحيرة. والله ما حد غيره، ما حد غيره، ما حد غيره، ما حد غيره. وصار جول. لعبها أمامية عمران، إنقاذ كرة، تسديدة. الله الوصل خارج الديار يفتح ونحو الصدارة مسرح. الوصل يا الله هو اللي الوصل. الصدارة للوصل. وكل الأهلاوي قول لي مبروك. أنا أنت الصدارة غصبا عنك، قول لي مبروك. ثلاثية بالصدارة هذه. الأصفر في الصدارة. شباب الأصفر في الصدارة. الأصفر في الصدارة. وكل الأندية بعدهم. أوه يلا وكل الأندية بعدهم. أوه يلا الأصفر في الصدارة. الأصفر في الصدارة. وكل الأندية بعدهم. ثلاثية بالصدارة. 3 ورا 3 واحنا بنمشي 3 ورا 3. ما نبي شيء، نبغي 3 ورا 3. والوصل مستمر ان شاء الله، مستمر نهاية الموسم 3 ورا 3. ثلاثية كبيرة عندنا. الوصل كبير مش كبيرة. المفروض نغلبه بأكبر بالنتيجة أكبر. ذكريات 2007. ذكريات 2007. الكرة البرازيلية. ديكابولا كوتش. ديكابولا بيليزا كوتش. بيليزا ولكن الوسط ضاع في يومه. طلع يومه. لا هيرجع عوده. طال عمرك والله يوفقنا ان شاء الله. هذه شفت البطولة الدوري، الحلاوة عند الياهل. هاي حلاوتنا الدوري. كبيرة هذه، وهاي كبيرة، والوصل كبير، والجمهور
صداره كبيره بعد. طبيعي. اول شيء اقول الحمد لله على نعمه نادي الوصل. فرحه الجمهور بالنسبه لي انا اهم الفوز. انا احب الجمهور هذا كلهم اخواني، كلنا احنا ويا بعض. حلو صداره حلوه. وصلاوي بالصداره وكل الانديه بعدهم. بقول لك شيء شفتها يا لا شوف هني صور المباراة سعاد سلبة أزيد. يا ويلكم يا العيلاوية، يا ويلكم وين. الحمد لله على الفوز والصدارة، وشيء غريب علينا احنا للصدارة. فرحة الدوري هذا مرفوق بالصدارة خلاص. بتستمر فيها أسبوعين بعد. أول شيء أنا قلت 3 ويبنى 4 بدأت 4. الصدارة حق من وحين الوصل الأول، بس ما نبغى شيء، نحن اللي نتحكم بالدوري. أهم شيء مستمرين، نستمر، هاي النتيجة حق قدام. 1 2 3 4 1. كبيرة مو كبيرة على الامبراطور، مو كبيرة. تريح عمي. هذه المباراة الوعد. واليوم هذه الانطلاقة الحقيقية حق الوصل. مشينا مباراة الوحدة ولعبنا اوكي. زين؟ لعبنا مباراة الاهلي. خدنا في مباراة الاهلي درس. هو الدرس مباراة الاهلي اللي نحن تعلمتوا منها. ايه تعلمنا منه، لان منو؟ الاعلام اللي هو انتم نفقتوا الوصل وايد، والاداره واللعيبه دخلوا مباراه الاهلي مغرورين انهم فايزين. جات مباراه الاهلي كذا تعلمنا فيها درس. قدمنا بنياس ولعبنا في مباراه الظفره مباراه ما بحلوه. لكن شو الملعب كان صغير اثر على اللعيبه. واليوم الوعد السعبيل حبيبي. انا اقول لك نحن ما نتريح بس نتريى الجزراويين خلوا يتريونه، ما شيء غير الاصفر هم بيحطمون هاي السنه بعد الجماهير اللي عندهم. وثانيا اقول لك نحن بنغلب الجزيره 3. البطولة يعني ان شاء الله مع اليوم. الوصل اليوم فايز كم؟ 5 ولا 4؟ 4.